انت ممكن تعمل فلوس وانت نايم كلم حد مصري يقول لك اصل مش عارف ده يا ابني ايجار المخزن غالي جدا، يعني هتاخد مخزن ازاي ده في امريكا، ولو شافك بتصور صوره هيقول لك الحق ده بيتدلع، الدنيا كلها واقفه ضدي، عملت مخزن ازاي عملته؟ ده بيشتكي لان هو عاوز دار العين. الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. انا عارف ان دي دعوات، ولو 100 واحد بيتكلم في ظهرك عليك وحش فتعرف انه غيران منك. ازاي يا جدع؟ انا كده هبيع كنزات. يعني عندنا شويه تحديات كده حلوه الحمد لله بنمر بيها، تحديات يعني مشاكل، وعندنا انجازات، يعني الحمد لله في تحديات وفي انجازات في نفس الوقت، هي الحياه كده. فتعالوا اقول لكم الفتره دي الترتيبات كانت ازاي. يلا بينا. اللي انا جاي هنا في وظيفه ان انا المفروض قاعد 6 شهور، و6 شهور دول هشتغل فيهم فتره معينه مع الناس دي، ولحد اما اظبط حالي واقف على رجلي. في حاجات كده معينه عايز اجيبها، يعني مش مهم خالص انك تبدا وتشتغل عند حد، عادي جدا. يعني رساله لاي حد، اي حد في الدنيا عنده شغل او كده ما يقولش انا ما ينفعش اشتغل عند الناس. لا يا عم اشتغل، ايه يعني ما دام ما انت بتعمل حاجه كويسه لعيالك ولحياتك واسرتك ولناسك وللبيزنس، ايه المشكله لما تشتغل عند حد فتره معينه؟ حتى لو هتشتغل على طول مش ازمه يعني. فالحمد لله لما جيت قالوا لي يا اسلام احنا المفروض نقعد 6 شهور مع بعض، ف6 شهور دول للاسف المكان اللي احنا رايحين عليه اتقفل ليه؟ كان بيخسر وما كانش ينفع يكمله. طب وبعدين؟ ولا قبلين يا صاحبي، اعمل ايه؟ مكان بيقفل وقال لك المكان بيقفل، هقول لهم لا يعني خلاص مكان بيقفل. خلينا نفكر في حاجه ايجابيه هنعمل ايه. طبعا انا هنا بفكر بقى واشوف طب انا هعمل ايه يا جماعه، انتوا قايلين لي 6 شهور، طب ايه بقى الوضع؟ قال لك هنبقى نشوف لك يعني مكان تاني في حته تانيه وكده. قلت خلاص كده هي العمليه باظت. الحاجه الثانيه اللي انا كنت برضو يعني فيها مشكله وتحدي كبير جدا، ان انا مشتري بضاعه، فالبضاعه دي للاسف عشان اشحنها من مكان لمكان بتكلفني اكتر من رقم كبير، مش عايز اقول يعني عشان ما حدش يتخض يعني، بس رقم اخسر بعد كده، لان جيت ابيع البضاعه ممكن اخسر. فكنت خايف جدا ومتوتر اول شهر او شهرين دول، متوتر توتيره مش طبيعيه. اصلا ما فيش حد بيجي مره واحده كده يروح يشتري بضاعه بالحاجه اللي معاه، وده حاجه برضو انا لسه ما قلتهاش، انا رحت اشتريت بضاعه بالفلوس اللي كانت معايا، مستعجل على النجاح، مستعجل مش عايز اقعد. انا ما اتعودتش اشتغل عند حد، فعايز اجيب بضاعه برضو واشتغل واشتري وابيع بالعقل والمنطق ما ينفعش يحصل، لازم تهدى شويه. انا ما عملتش كده للاسف، انا عندي حته استعجال وانا عارف بيها، فخدت المخاطره اللي انا هعمل فيها كده واشتريت بضاعه الحمد لله، حطيتها في مخزن صغير. المخزن ده على فكره ايجاره $75، والله ايجاره $75. تخيل انت، في ناس بتفتكر ان الحاجات دي هنا غاليه، ممكن لو انت مش عارف اي حاجه في الدنيا هتستغلها. الحمد لله عرفت ان انا اجر مخزن $75 وخدت المجازفه بتاعتي وتوكل على الله يا معلم واديله، قمت بديها. الناس دي قالوا لي خلاص احنا معانا مكان تاني ممكن ننقلك في ولايه تانيه. طب لو انا هشحن البضاعه للولايه التانيه انا كده هبيع كنزات، امشي في الشارع ابيع كنزات يا معلم. يا جماعه ما ينفعش يا جماعه، انتوا قايلين لي 6 شهور، ما خلاص معلش يا باشا. احط بقى انا ايدي على خدي بقى واندب بقول انا محسود يا جماعه، انا محسود يا جماعه، الدنيا كلها واقفه ضدي، الناس بتبص لي عشان انا في بلد مش عارف ايه. وده السلبيه بقى، خلاص بقى كل الناس عامله فيها محسوده وكل الناس عامله فيها يعني متضرره. يا جماعه والله العظيم الواحد محتاج يشوف حد يقول له حاجه حلوه عشان يطلع لقدام. اللي عارف اللي صباعه اتنى في الباب بيقول لك انا اتحسدت، صاحبي محمد كان معدي بص لي وبص على صباعي عشان صباعه شكلي حلو. يا جدع بقى بطلوا تلكيك، ده الواحد بيتحايل على الناس في مصر عشان يعملوا له حاجات معينه شغل، اقسم بالله العظيم العقليه تتعب الواحد والله. خلينا نخش في الموضوع عشان ما نروحش بعيد. انا دلوقتي يا عم الحاج اول حاجه الشغل اللي انا جاي عليه خسرته، البضاعه اللي انا جبتها لو شحنتها لولايه تانيه خسرتها، اعمل ايه؟ مفيش بقى احط ايدي كده لا هشتغل هعمل حاجه. الحمد لله ربنا كرمني وبدات اعمل فيديوهات وحاجات ومش عارف ايه، وعملت اعلان صغير كده جدا. الحمد لله بعت بضاعه هنا، ودي الايجابيات بقى، خش على الايجابيات. والحمد لله بعت بضاعه في مصر، الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. انا عارف ان دي دعوات اهلي وامي واخواتي ومراتي وعيالي وكل الناس اللي حواليا، مفيش حاجه غير كده، لان مفيش حد بينجح او بيعمل حاجه كويسه من اول شهر. ودي الحاجه الحلوه ان انا مبسوط منها جدا جدا جدا. الواحد ما يستسلمش عند النقطة اللي واقف عندها ويقعد يندب يقول بقى أنا معلش انت في مصر قاعد بتاكل وتشرب ومستقر والباب مقفول عليك ودفى، في دفى، عارف ان في دفى. انت عارف ان الحياة يعني ايه محتواياك عارف دي الكلمة دي اللي هي قفشاك يعني كده ومحافظة عليك، وفي دفى كده معين في الحياة في البلد يعني. فانت مهما تروح وتيجي عارف ان انت هتنام وتاكل وتشرب وامي حاطه لي ملوخية والدنيا تمام ومفيش اي ازمة. لكن لما بتتحط قدام المدفع لازم تتصرف،
فانا بتصرف ومعايا ربنا ودعوات كل الناس اللي احنا قلنا عليها، ومن غيرهم احنا مش هنعمل اي حاجه. بس لازم يبقى الواحد عنده برضو الحته الحلوه اللي جواه، ان هو دايما انا هشتغل وهعمل واسوي. الشباب في مصر والله العظيم والله العظيم انت ممكن تعمل فلوس وانت نايم بس انت عايز حد ياخدك من ايديك يقول لك المعلومه، يحط لك في بقك ويقول لك امشي روح اعملها اهي. محدش في الشباب بيفكر ازاي انا اروح افكر وابحث وادور. انا اجرت المخزن هنا اهو كله اونلاين، وعلى فكره انا مش 80 مش 70% حتى انجليزي، يعني فاهم، بتكلم الحمد لله بس بسيط يعني، ولسه بتعلم وكل يوم هتعلم وعادي يعني. وعملت ابلكيشن وسالت وشفت وايه، واسال مش عارف شات جي بي تي، واسال مين ويعمل فين، وكلم حد مصري يقول لي اصل مش عارف ده يا ابني ايجار المخزن غالي جدا يعني. هتاخد مخزن ازاي؟ ده في امريكا. عايز اعمل رخصه عشان اعرف اسوق وبتاع. يا ابني ما انت معاك سياحه، ازاي هتعمل رخصه؟ طب عايز ابيع على اي بي وعلى امازون، يا ابني ماشي كلها بتقفل. ادور واخش ايه ده انت جبتها؟ انت جبت عملت مخزن ازاي؟ عملته ازاي يا جدع؟ ويبدا يبص لك البصه بقى الغريبه. ففي نهايه الموضوع عشان ما نخشش في كلام كتير ملوش علاقه ببعضه، الفكره وما فيها ان انا جاي هنا على حاجه معينه، الحاجه دي اتقفلت، مش هقعد اندب بقى، خلاص اشوف اللي انا جاي عليه ايه اتقفل، ايه اللي بعديه، افتح باب جديد. الباب اتقفل افتح باب جديد، والباب اللي انا رايح له لو اتقفل هفتح باب جديد تاني، وافضل مستمر كده لحد ما ربنا يكرمني. خد بالك اي حد عنده عطاء كبير وعنده اتقان في العمل ربنا بيكرمه. خد بالك لما تبقى قاعد ماسك التليفون بتاعك وانت بتشتغل وقاعد بتلعب ببجي، او قاعد بتكلم بنت مش عارف مين، او بتكلم خطيبتك 90 ساعه في ال10 ساعات اللي انت شغالهم في الشغل، وربنا ما بيكرمكش فيهم والله العظيم. انا ابني بيقول لي تعالى بابا نلعب ببجي واحنا قاعدين مع بعض، وانا عندي وقت فاضي في المكان اللي انا فيه، عندي وقت اعمل ده، بس بقول له لا يا نوح ما ينفعش عشان خاطر الناس مدياني امانه. هنا اتقان في العمل، ممكن ربنا يروح مديك حسنه كبيره جدا انت مش عارفها عشان انت عندك اتقان في العمل. فنتقن في عملنا وما نيأسي، ونحاول مره واثنين وعشرة، ولو 100 واحد بيتكلم في ظهرك عليك وحش فتعرف انه غيران منك وما بيحبكش ومش عايزك تبقى في المكان اللي انت فيها دي. ولو شافك بتتصور صوره هيقول لك الحق ده بيتدلع، ولو شافك متضايق حاطط بوست يقول لك الحق ده بيشتكي لان هو عاوز دار العين. محدش بينفع حد يا جماعه والله، ولا كلام عن النت ولا كلام بره النت ولا سوشيال ميديا ولا بره سوشيال ميديا ولا ابن خالتي ولا قريبي، محدش بينفع اي حد في الحياه. انت انزل بنفسك، اضرب في الفاس يا باشا كده، طلع الحاجه الخير وازرع زرعه واشتغل، والزرعه تطلع تاخد الثمر بتاعها تبيعه تودي. التجاره كلها شبه الزراعه من الاخر، هي الحياه مش كده. وعبد الرحمن جه اهو عشان رايحين ناكل اهو، هناك اهو بقالي ساعه مستنيه، مصري اهو هناك اهو، فين اهو بقالي ساعه مستنيه. فنروح بقى نشوف العمل والاكل ونشتغل بقى على نفسنا شويه. يا عبدو عامل ايه؟ فل الفل. ايه الاخبار؟ زي الفل يا اخويا. اهو السلام عليكم. اسماعيليه احلى احلى اسماعيليه. يلا سلام عليكم.